سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم البنات غنشارك معكم الحرشه ديال البلبوله. صراحه كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه. نتوما تعرفوا البلبوله البنات، خصوصا الا كنا دايرين البلبوله ديال الشعير البلدي، صراحه كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه. هنا اول حاجه البنات راه عندي داكشي اللي غندير في الحرشه. المهم هنا عندي الملحه، ديروا قياس ديال اللي غيناسبكم البنات. هنا عندي معلقه صغيره ديال الملحه، درتها هنا البنات في هذه المعلقه متوسطه. هنا عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز اللي كنعجنوا بها الخبز. عندي النافع معلقه، وعندي معلقه ديال الزعتر. المهم بالنسبه للزعتر والنافع البنات راني صهدتهم واحد شويه باش ملي نبغي نحك الزعتر يعطي ديك النسمه ديالو. هنا البنات عندي كاس ديال الشوفان، المهم ما عامرش، راه هذا القياس راه مناسب. بغيتو تعمروه البنات راه زيدوا عمروه اكثر. هنا عندي نص كاس ديال زيت الزيتون، وعندي جوج زليف ديال البلبوله. بالنسبه للبنات البلبوله راه متوسطه، ما غليظه ما رقيقه. هاد البلبوله راه بلديه البنات، يعني ديال الشعير وهكا. ما كانش متوفره عندكم البنات ديروا البلبوله العاديه، يعني البلبوله اللي كتباع في الحانوت. المهم هاد الصراحه الحريشات كيكونوا في الصباح ولا في العشيه صراحه كيجيو زوينين بزاف. بغيتو ديروهم البنات حتى بالزيتون راه كيجيو زوينين. اول حاجه البنات هنا غناخد البلبوله، غنديرها هنا باش نغسلها. المهم راه باقا مازال ما غاسلاهاش، راه شوف البنات راه كتبان لكم بديك الدقيق ديالها ابيض. المهم مازال ما مغسوله ما والو، قلت نشارك معكم كلشي. هنا غنديرها في هاد الزلافه الكبيره وغادا نغسلها. خليكم معايا البنات. هنا من بعد ما درت البنات هنا غندير عليها الماء. المهم الماء مازال ديروا القياس اللي غيغسل لكم مزيان. بالنسبه الاول غسله راه غنغسلها، غنحيد منها لان ضروري البلبوله ديال الشعير كيكون فيها ديك النخاله ديال الشعير. يعني المهم راه كاع الناس اللي كيديروا البلبوله راه ضروري ما غيعرفوا هاد الشيء اللي كيكون فيها الفوق ضروري كيكون. يعني ماشي بحال اللي كنجيبو من الحانوت راه ما كيكون فيها والو، كتكون فيها غير داك الدقيق الابيض صافي. هذه اللي كيكون فيها هاد النخاله. المهم هي كتبان لكم البنات طالعه الفوق. بالنسبه للغسله، المهم انا دابا هنا غنغسلها، غنلقيها الروبينه البنات، غنغسلها مزيان ونرجع معكم. يعني ندير لها الغسله الاولى والثانيه. المهم تيحيدي من هذا الشيء كامل صافي. هنا من بعد ما غسلتها مزيان، غسلتها تقريبا شي 4 المرات البنات. المهم غسلوا القياس اللي غيحيد لكم منها هذاك النخاله اللي كتكون فيها. هنا البنات راني ما صفيتهاش بالصفايه ولا، المهم راه غير كنغسل وكنتكيها. المهم هانتو البنات راه باقي مازال فيها هاد شويه الماء، ما حيتش ما غنزيدها لا ما لا حتى شي حاجه. صافي من بعد ما غسلتها مباشره هاد الماء اللي باقي ليا هنا غندير ليه هاد الخميره اللي عندي. هاد الخميره اللي عندي غنديرها في هاد الماء هنا وغنخليها تطلق مزيان. الملحه البنات ها هي عندي هنا معلقه. ما شاركتش معكم البنات العسل لان ما بغيت نديرو في المعلقه، ما بغيتش يتحط ليا غيبقى يسيل ليا. المهم هنا البنات العسل كيبقى اختياري، بغيتو ديروه ما بغيتوش ما ديروش. يعني المهم كيبقى اختياري ليكم البنات. معلقه ديال العسل، من الاحسن ديروا العسل لان فيها الشعير وهكا، نديرو داكشي طبيعي من الاحسن. المهم هنا عندي معلقه ديال العسل البنات اللي عندي هنايا. بالنسبه للنافع ها هو غنديروا البنات صين، ما غاداش ما نحكو ما حتى شي حاجه. هنا عندي شويه هاد الزعتر اللي عندي هنا معلقه، غادا نحاول نديرو غير بين يديا بحال هكا صافي. المهم كيبقى بحال هكا غنديرو. بالنسبه للشوفان ها هو عندي هنايا هاد الشوفان حتى هو غنديرو على هاد الكميه اللي عندي كامله. وغندير زيت الزيتون. صراحه هاد الحرشه كتجي زوينه بزاف، كتجي معشبه. بغيتو البنات ديروا فيها الزيتون ديروا. المهم انا كنكتفي هاد المقادير اللي درت فيها. صراحه كتجي زوينه بزاف. المهم هنا انا نقرب لكم البنات، راه ما كنزيد فيها لا ما لا حتى شي حاجه، لا ما سخون لا والو. بغيتو ديروها البنات بالليل وتخليوها حتى الغد ليه عاد طيبوها، يعني تفزقوها في الماء وتخليوها حتى هي كتجي زوينه. المهم انا بغيت نشارك معكم كلشي. هنا راه مباشره غسلتها درت كنصاوب فيها البنات. هذه راه ماشي بحال السميده، يعني الا بغيتو تعجنوها بحال هكا تبقاو تخلطوا فيها غير خلطوا، راه ما كتخافوا منها ما والو. ماشي بحال السميده كتعجن ولا شي حاجه. المهم هذه راه كتبقى حبه حبه صافي. هنا البنات راه من بعد ما غنخلطها مزيان غنغطيها وغنخليها تخمر.
بعد ما خلطتها مزيان غنسول البنات راه كتجي بحال هكا. المهم راه ما كتجيش ناشفه بزاف وما كتجيش جاريه بزاف. صافي هنايا كتشوفوا البنات كيفاش جات. صراحه راه كتجي زوينه بزاف. هاد الحريشات غير جربوا هاد الحرشه راه غتجي لذيذه بزاف. بغيتوا البنات ديروها تجيكم كبيره تقرصوها في المقله كما كنقرصوا الحرشه العاديه. قرصوها. بغيتوا تخليو ديروها صغيره يعني ديروها فرديه راه كتجي حتى هي زوينه. المهم هنا غنشاركها معكم انا حريشات صغار ان شاء الله. هنا البنات صافي من بعد ما خلطتها مزيان ضروري غنخليها تخمر ونخليها تخمر وترتاح في نفس الوقت. يعني تزيد تشرب مازال هذاك الزيت وداكشي اللي درت ليها. خليها تقريبا واحد 10 دقائق ونرجع معكم. صافي هنا درت ليها السلوفان وغادا نغطيها بما خمرات ونرجع معكم ان شاء الله. هنا البنات من بعد ما دازت 10 دقائق صافي غنحيد على البلبوله اللي دايره ان شاء الله غنديرها حرشه. المهم ها هي البنات راه كيتضاعف الحجم ديالها وصراحه كتجي زوينه بزاف. المهم هانتو البنات راه مازال باقي فيها شويه الماء والزيت وداكشي راه ما ناشفاش مزيان. صراحه انا ملي كنخليوها هاد 10 دقائق ولا 15 دقيقه كنخليوها على حساب باش داك الزعتر يطلق مزيان وحتى الخميره حتى هي تطلق وتعطي المفعول ديالها باش كتجينا رطبه بزاف. هنا عندي شويه ديال الشوفان خلطته مع البلبوله. المهم الشوفان مع البلبوله هادو باش غنقرص. هنا البنات ديروا القياسات اللي بغيتو ديروا هذا الحجم. المهم انا عندي هذا راه عندي واحد صغير البنات ما عرفتش فين درتو. المهم الحجم ديالو صغير ولا ديروها بحال هكا مثلا كيكونوا هاد القياس هي مثلا غير شي قرعه الغلاقه ديالها ولا شنو. المهم انا هنا البنات غنجرب هاد ديال الفرماج. بغيت ندير هاد القياس ديال الفرماج صراحه حتى كتجي زوينه. بالنسبه للمقله البنات راه ما سخونه ما حتى شي حاجه. هنا البنات راه غندير المعالقه هي اللي غنهز بها. هنا غندير شويه غنهز من هذا اللي عندي هنا وغندير بحال هكا. المهم هنا غندير معلقه لان يدي ما جاتنيش باينه بزاف مع التصوير. المهم هنا البنات ديروا قياس 3 المعالقات صافي وبسطوها بحال هكا. كانت كتعجبكم عاليه بزاف راه ديروها عاليه. كانت كتعجبكم المهم رقيقه شويه ديروها رقيقه. هنا البنات انا راه غندير شويه اللي رقيق وشويه اللي ما رقيقش بزاف لانه كتعجبني انا ما تعجبنيش قالعه بزاف. المهم انا غندير هذا القياس بحال هكا. المعلقه الاولى الثانيه الثالثه. المهم كيجيو عامرين شويه. صافي بحال هكا. بغيتو تعاودوا ديروا شويه البلبونه من فوق منهم راه ديروا. المهم بحال هكا لا خفتوها تلصق لكم المقله ولا نبغي البوطه تكون مجهده. المهم هنا نخليها تطيب ونرجع باش نقلبها وتشوفوا كيفاش كتجي من التحت.
هنا البنات من بعد ما كملتها صراحه كتجي زوينه بزاف. هنا درتها البنات مع زيت الزيتون. نتوما البنات قدموها مع اللي بغيتو، زيت الزيتون ولا العسل ولا اللي بغيتو البنات. شوفوا البنات راه كتبان محمره كامله، بحال من التحت بحال من الفوق. ودايره هنا بالشعير البلدي صراحه راه كتجي زوينه، غير جربوها راه تعجبكم بزاف. كتجي محمره وراه ملي كتبرد البنات كتولي خفيفه بزاف. هنا راه مازال انا عندي هنا سخونه مع بريري ديال اتاي، وهكا ديروا بريري ديال اتاي بالنعناع ولا بالشيبه صراحه كتجي زوينه بزاف، كتجي منسمه بهاد الاعشاب وبكل شيء. المهم غير جربوها غتعجبكم البنات وغتبقاو دائما ديروها. كان هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى يكون عجبكم بزاف. غير جربوا هاد الحريشات راه كيجيو لذاذين.